والكلمة للسيد النائب بليلة عفيف. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في الحقيقة نسيت في البداية أن أشكرك السيد الوزير على طريقة تعاملك مع النواب منذ توليك لهذه الوزارة، ونتمنى أن يحذو حذوك بقية الوزراء إن شاء الله، وجزاكم الله كل خير. أما بخصوص هذا القانون فإننا نثمن هذا التعديل المتعلق بمعاش التقاعد الذي لا يمكن أن يقل عن المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى مضمون، وكذلك استحداث منحة التقاعد لصالح العمال البالغين 60 سنة على الأقل، والذين لا يستوفون في هذه السن شرط مدة العمل، وبإمكانهم إثبات 5 سنوات أو 20 ثلاثي، بحيث لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي لمنحة التقاعد 75% من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون. والحقيقة يعني في هذا الإطار هذا شيء يعني نثمنه، ولكن طبعا لكل قانون وما كان ينتظره الكثير من الناس ربما يتحدثون ويتواصلون معنا عندما سمعوا بمناقشة هذا القانون، بل أن منهم حتى يعني ظن أن بعض التعديلات التي تم اقتراحها من بعض النواب هي التي سوف تناقض. ذلك أنه اليوم حقيقة يعني أنا كنت في جولة من الجولات في بعض المؤسسات، وجدت امرأة كانت يعني في الشبكة، وعندها مسكين وصلت هي 60 سنة، لما وصلت 60 سنة ومازال يعني تكنس، وكان هذا مازال ما وصلش يعني قبل ما يصدر هذا القانون، واعتقد كانوا يستنوا قال لك عندها 5 سنوات او يستنوا 5 سنوات ممكن باش تحصل. فما ذنب هؤلاء الناس؟ والحمد لله ان نستطيع ان نقول على الاقل هذا الاستحداث هذه الفئة او هذه المنحة بامكانها ان تساعد هذا النوع. ولكن اليوم حديثنا اليوم السيد الوزير عن التقاعد النسبي لفئة 32 سنة. السيد الوزير في بعض المهن وعدة مهن، نعطي على سبيل المثال فقط مهنة التعليم، الأستاذ الذي وصل 32 سنة مع جيلنا الحالي، هذا الجيل الذي يتعامل مع الرقمية، أعتقد باللي أنه هذا الجيل فات حتى تفكير الأستاذ. ما نقول لك فات يعني تفكير الأستاذ معناتها نتكبروا على الأستاذ، ولكن أعتقد أن هذا الأستاذ أو هذا العامل الذي وصلها 32 سنة ما بقى له مثل يقدم. إضافة لذلك أنه لا توجد تحفيزات يعني الإنسان هذا اللي خدم 32 سنة وما وصلش 60 سنة، ولكن ما التحفيزات التي يمكن أن نقدمها لهذا العامل حتى يبقى باش يقدر يواصل إلى 60 سنة؟ أخذنا مثال فقط في التعليم ناهيك عن بعض المهن أو الوظائف الأخرى. السيد الوزير وحتى بالنسبة لهذا التقاعد النسبي هذا الفئة وجب الانتباه، لأنهم للأسف يتقاضون نسبة 80% فقط من راتبه، وهذا إشكال كبير. ولذلك مطلب جل الطبقة أو لم نقل كل الطبقة الشغيلة والموظفين أن نعود للتقاعد المسبق. السيد الوزير من 2017 إلى غاية 2023 لم يفرج على قائمة المهن الشاقة. متى سيفرج على هذه القائمة التي طال انتظارها والكثير ينتظرها؟ ونتمنى أن يكون أو تحدد هذه المدة في أقرب وقت ممكن، ونتمنى في الإجابة على الأسئلة أن تقول باللي أنه هذه هي قائمة المهن الشاقة التي أعددناها. صندوق التقاعد لا بد من إصلاح نظامه من خلال الاقتراحات التالية: القضاء على البطالة وخلق فرص عمل حقيقية وخلق مؤسسات حقيقية، قصد الوصول إلى المعدل المطلوب. لا بد أيضا من رقمنة جميع القطاعات، وقد باشرتم ذلك ونتمنى أن تواصلوا في رقمنة جميع القطاعات وبما فيها كذلك رقمنة قطاع الضرائب. لا بد من الوصول إلى التصريحات الحقيقية بالعمال، لا سيما القطاع الموازي. هذا القطاع الموازي لا بد من وجود آليات رقابية حتى نستطيع نوصل إلى التصريح الحقيقي في العمال، لأنه هذا القطاع الموازي طبعا من بين الأمور التي أهلكت هذا الصندوق، ويجب أن نحصل ما يمكن تحصيله. لا بد من إعداد نصوص قانونية كذلك من أجل استثمار أموال التأمينات الاجتماعية. وفي هذا الإطار كذلك خامسا نثمن تعديل الذي جاء في قانون العمل والوظيفة العمومية بتمكين الموظف أو العامل من الخروج في عطلة مرضية من أجل استحداث مؤسسة، وإن شاء الله تعالى
نستطيع أن نصل إلى الحل المطلوب. سيد الوزير، أصحاب العقود المنتهية كالعادة هم يلحون علينا ونحن نلح عليكم، وأدري الإجابة، ولكن يجب أن نقول مطلبهم إلى أن يتحقق المطلب، لعل تحدث المعجزة، خصوصا إن شاء الله تعالى يتعافى اقتصادنا ونحقق بحبوحة المالية. شكرا جزيلا والسلام عليكم. شكرا سيد